طيب كلنا عارفين اللي حصل واللي بيحصل في قطاع غزة وباقي بقاع فلسطين، حاجة مش هنتكلم فيها كتير عشان كلنا عارفينها، ولكن الأكيد إن كلنا محتاجين نساعد، وكتير مننا نفسه يساعد ولكن بيقول إن مفيش في إيده غير الدعاء. We all know what happened to our people in Gaza Strip and all areas of Palestine. Many of us wish to help, but we think that we have no choice but to pray. ولكن في الحقيقة لا، احنا نقدر نساعد بشكل كبير جدا وبطريقة مباشرة وبأكتر من طريقة. But in the real way, we can help, and in more than one way. اولهم اننا ما نبطلش نتكلم عن القضيه الفلسطينيه على السوشيال ميديا، وده مهما خفت الصوت الاعلامي عن القضيه، ولو تقدر توصل القضيه لعامه الغرب باللغه اللي يفهموها اعمل ده. The first is that we don't stop talking about the topic on social media, no matter how dumb the media shine on the topic. If you can publish the story details to the general public in the West in a language they understand, do it. عشان كتير منهم ما يعرفش عن حقيقه القضيه. تاني طريقه وهي اننا نقدم لهم الدعم المادي حتى لو اقل من دولار. The second way is that we provide them with financial support, even for less than $1. وما تخافش، انا هقول لك دلوقتي الجهات والمؤسسات الموثوق فيها واللي تقدر توصل الدعم لاخواتنا في غزه وباقي فلسطين. I will now tell you about the responsible and trusted authorities and institutions for providing support to our people in Gaza. وده كلام اكيد وصل لنا من اصدقاء شخصيين داخل القطاع بياكدوا فيه ان الدعم بيوصل فعلا من الجهات دي. الطريقه الاولى اللي ممكن تتبرع بيها وهي الهلال الاحمر المصري، تاني طريقه وهي الهلال الاحمر الفلسطيني، تالت طريقه وهي منظمه المساعدات الفلسطينيه الطبيه، ورابع طريقه وهي مؤسسه اغاثه الاطفال الفلسطينيه، وخامس طريقه وهي هيئه الاغاثه الاسلاميه. ودي لحد دلوقتي المصادر الموثوقه اللي قدرنا نوصل لها، ولو في اي طرق جديده هقولها لك في الكومنتات، وكمان تقدر تتابع كل حاجه من الهاشتاج ده قافله دعم غزه. وافتكر ان المره دي فعلا غير كل مره.